بدأ رامز جلال تصوير برنامجه المذاع في رمضان على قناة MBC مصر، وإدارة الأهلي ترفض حتى الآن مشاركة إمام عاشور في برنامج رامز جلال في رمضان خوفا من تجدد إصابته في الكتف لثالث مرة. الأهلي يستغل رغبة سيراميكا كليوباترا في ضم عمر كمال عبد الواحد ومحمد مجدي قفشة في يناير القادم، ويقترح فكرة الحصول على خدمات الثنائي مقابل التفريط لهم في مروان عثمان، بشرط أن يتولى سيراميكا كليوباترا ملف إقناع الثنائي محمد مجدي قفشة وعمر كمال بالتواجد معهم. حامد حمدان ووكيل أعماله موافقين على الانضمام للنادي الأهلي، وفي انتظار إتمام المفاوضات بين الناديين لحسم الانتقال. وتم الاتفاق مع حامد حمدان على كل شيء، وتم الاتفاق مع اللاعب سنويا على $1,000,000 بزيادة $100,000 سنويا، واللاعب وقع لمدة 4 سنوات ونصف، وأخذ مقدم التعاقد من النادي الأهلي، وبس يتم حسم الآن التفاوض مع إدارة بتروجيت لحسم الصفقة. موقع سوفا سكور العالمي يضع صلاح ومرموش في التشكيل المثالي للجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية، وموقع سكور 365 المتخصص في الإحصائيات يضع محمد صلاح فقط في التشكيل المثالي للجولة الأولى. الأهلي يضغط لإنهاء صفقة أفيميكو بولولو قبل أجازات الكريسماس في أوروبا، لأن عقد اللاعب يتبقى فيه 6 شهور فقط، واحتمالية تلقي اللاعب عروض أوروبية وتركية بعد الكريسماس كبيرة جدا. صحيفة آس الأسبانية حدد الأهلي مبلغ 5 مليون يورو للتخلي عن خدمات حمزة عبد الكريم، بينما لم يتجاوز عرض برشلونة حتى الآن نحو 1,800,000 يورو، واللاعب يفضل الانتقال لصفوف برشلونة، إلى أن الخلاف الرئيسي ما زال قائما حول القيمة المالية للصفقة، مع توقعات بإمكانية توصل الطرفين لاتفاق في نهاية المطاف. ترى إدارة برشلونة أن حمزة عبد الكريم يمتلك موهبة فنية واضحة وشخصية واثقة وقدرة على تحمل المسؤولية رغم صغر سنه، إلى جانب قابليته للاندماج سريعا والتطور بشكل أسرع حال توافر البيئة المناسبة لدعمه. القاهرة 24 تؤكد أن عماد النحاس يطلب ضم قفشة إلى الزوراء العراقي، واللاعب يرحب بالانضمام للفريق. الكابتن محمود الخطيب سافر للمغرب اليوم ولم يتواجد في معسكر النادي الأهلي، والأغلب أنه موجود دلوقتي في مدينة مراكش بالمغرب، وقد يحضر بعض المباريات في كأس الأمم الأفريقية بدعوة من رئيس الاتحاد المغربي. قامت إدارة الكرة بالنادي الأهلي بتجميد ملف الغاني دوجلاس أوسو الجناح الشاب للفريق الصربي لعدة أسباب، على رأسها أسلوب تعامل ناديه مع النادي الأهلي، عودة طه نوح المعد البدني لمهام عمله في النادي الأهلي بعد نهاية مهمته مع المنتخب الفلسطيني في كأس العرب. أحمد رمضان بيكهام مدافع النادي الأهلي يغيب مؤقتا عن الأهلي بسبب آلام أسفل الظهر قبل مواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر يوم السبت المقبل. رسميا قرارات الكاف ضد نادي الجيش الملكي، صدور قرارات تأديبية من الكاف على خلفية أحداث مباراة الأهلي المصري يوم 28 نوفمبر بدوري أبطال أفريقيا، ثبوت مخالفة الجيش الملكي للمادتين 82 و 83 من القانون التأديبي والمادة 32 من لائحة الأمن والسلامة، معاقبة النادي بخوض مباراتين دون جمهور في مبارياته الإفريقية كمستضيف، فرض غرامات مالية كالتالي: $20,000 لاستخدام أجهزة الليزر، و$15,000 لرمي زجاجات المياه، و$15,000 لإدخال كرات إضافية لأرضية الملعب أثناء اللعب، و$50,000 لرمي جسم حديدي خطير. إجمالي الغرامات على نادي الجيش الملكي $100,000 أمريكي، مهلة السداد خلال 60 يوم من تاريخ الإشعار بالقرار. المهندس خالد مرتجي كان في ألمانيا هو ونيرة المدير التنفيذي لشركة الكرة، وفي تعاون كبير جدا هيتم مع نادي لايبزيج، هيبقى في تبادل خبرات وسفر حوالي 6 مدربين من قطاع الناشئين في النادي الأهلي، منهم الكابتن محمد يوسف والكابتن وليد سليمان لمعايشات هناك، وكمان وفد من لايبزيج هيزور قطاع الناشئين في النادي الأهلي، وفي تفكير كمان لإقامة مباراة باسم كاس ريد بول. ممكن المباراة تتلعب سنة 2027 في الإمارات، ودي بس بعض النقاط، ولسه في تفاصيل أكتر هتظهر الفترة الجاية. وبكده تكون انتهت أخبارنا، وما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير لمسلم يتجاهل الصلاة على الحبيب المصطفى، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.